دي مش مجرد مكرونه بالصلصه، دي صلصه مكرونه مميزه. هقولك على طريقتها اللي بتميزها وهتخلي الكل يسالك عملتيها ازاي. هحط زيت وهضيف عليه بصلايه مفرومه ناعم جدا زي ما انتوا شايفين. هقلبها لحد ما تتحمر بالشكل ده زي بتاعه الكشري ورز الصياديه كده. هنزل عليها في الوقت ده بمعلقه او معلقتين من صلصه الطماطم على حسب كميه المكرونه اللي انتوا عاملينها، وهضيف كمان نص معلقه من السكر. هنلف الصلصه مع البصل والسكر عشان تتكرمل، وبعد كده هضيف عليها عصير طماطم فريش مش متصفيه، ويفضل كمان ان هي تكون مضروبه خشن. هضيف عليها مكعب من مرقه الخضار وهغطي عليها وهسيبها لحد ما تطرد قدامها، وبيكون لونها احمر غامق كده وقوامها تقيل، وهو ده القوام واللون المظبوط. مكرونه مسلوقه بقى اي نوع بتحبوه، الاسباجيتي والمرمريه اكتر حاجه بتليق مع الصلصه دي. وقلب قلب قلب قلب. ولو ملاحظين انا ما حطيتش ملح، واكتفيت بالملح اللي كان موجود في مكعب المرقه، وده لان النوعيه دي من الصلصه اللي بيكون فيها البصل غامق ما بتحبش يكون معاها ملح كتير. قدموها وحطوا عليها الفلفل الاسود على الوش في الاخر، لان بتكون نكهته واضحه جدا، وكده بيكون احسن من انكم تقلبوه مع الصلصه. جربوها على طريقتي هتديكم نفس طعم مكرونه الانسجام المميز، بس من غير كمان خطوات كتير. هتعجبكم ومش هتندموا. جربوها وتعالوا قولولي رايكم في كومنت. انا ساره هلال، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.